السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، كيف الحال؟ اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مباراة المنتخب الوطني المغربي والأداء الكبير الذي قدمته العناصر الوطنية ضد المنتخب العراقي والتأهل إلى ربع النهائي. وكذلك سنستمع إلى أو سنعرف ماذا قال لاعب المنتخب الوطني المغربي ومدرب المنتخب العراقي. فلهذا إخواني أخواتي، أتمنى لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل على الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المغرب يهزم العراق بثلاثية أهل ربع النهائي. حقق المنتخب المغربي الأولمبي فوزا عارضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهم مساء الثلاثاء. وأقيمت المباراة بين المغرب والعراق على ملعب أليانز ريفيرا في مدينة نيس ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أولمبياد باريس 2024. وتمكن المنتخب المغربي من إنهاء المباراة في الشوط الأول الذي سجل فيه 3 أهداف، الأول من توقيع اللاعب أمير ريشاردسون داخل المنطقة الجزاء برأسية بديعة. وأضاف سفيان الرحيمي هداف المنتخب الوطني المغربي وهدف الدورة هدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يسجل اللاعب عبد الصمد الزولي هدف أكثر من رائع بعد مجهود فردي كبير. هذا الهدف الذي يمكن القول بأن عبد الصمد الزولي قد تصالح مع الجماهير المغربية التي صبت جامة غاضبة على لاعب المنتخب المغربي وحملته مسؤولية الهزيمة أمام المنتخب الأوكراني. جميع اللاعبين قدموا مستوى كبير وأداء رائع. جميع من تابع المباراة سيرى بأن العناصر الوطنية لم تترك أي حد أو أي فرصة للمنتخب العراقي من أجل أنه يبني الهجمات، حيث أن طول أطوار المباراة المنتخب العراقي لم يحرك ساكنا وخلق بالفعل 3 فرص سانحة للتسجيل. الأولى عرفت تدخل منير المحمدي في الشوط الأول، والثاني أنقذها اللاعب الوهدي، وكرة ثالثة مرت جانبية. المنتخب المغربي قدم درسا كروي للمنتخب العراقي. شاهدنا في بعض اللحظات أن لاعبي المنتخب العراقي بدأوا يشاهدون لاعبي المنتخب المغربي وهم يمررون الكرة، ولاعبي المنتخب العراقي عاجزون عن التحرك أو الضغط على عناصر المنتخب الوطني المغربي، لأنهم يعرفون الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها أشبال الناخب الوطني طارق سكيتشيوي. قال أشرف حكيمي: لقد حققنا إنجازا تاريخيا ونطمح للأفضل. أعرب الدولي المغرب أشرف حكيمي عميد المنتخب الوطني الأولمبي عن سعادته بالفوز الكبير على العراق بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من ثاني مجموعة دوري الألعاب الأولمبية بباريس والتأهل إلى ربع النهائي. وقال حكيمي عقب اللقاء: فخور بهذا الفوز المهم بالنسبة لنا، قدمنا مباراة كبيرة اليوم وأسعدنا هذه الجماهير الرائعة التي جاءت لمساندتنا. وقال أشرف حكيمي: لقد حققنا فوزا تاريخيا، نشعر بسعادة كبيرة بعد هذا التأهل ونتطلع لمواصلة المشوار بهذا الطريق في الدور القادم. العمل الذي قمنا به أيضا يجعلنا فخورين واستغلنا الفرص التي سنحت لنا. سنفكر في المباراة القادمة ونحضر لها. وفي أمسية كروية ساحرة على ملعب أليانز ريفيرا بمدينة نيس، قدم المنتخب الأولمبي المغربي عرضا كرويا رائعا متوجا إياه بفوز كاسح على نظير العراق بثلاثية نظيفة ليضرب بقوة يتأهل إلى دور ربع النهائي لمواجهة المنتخب الأمريكي يوم الجمعة. إن شاء الله كل توفيق للعناصر الوطنية. وقال المدرب طارق سكيتشيوي: لدينا جيل ذهبي ونعمل على أجواء مثالية. أعرب المدرب طارق سكيتشيوي مدرب المنتخب الأولمبي عن سعادته الكبيرة بالتأهل أشبال الأطلس إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس عقب الفوز على العراق بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء وتصدر المجموعة الثانية. وقال سكيتشيوي عقب المواجهة: سعداء بهذا الانتصار التاريخي، لعبنا بالطريقة التي نريد من أجل تحقيق التأهل، وكان الأداء مثالي في الشوط الأول. الرغبة في الفوز جعلتنا ننهزم أمام أوكرانيا في الجولة الماضية وحز في أنفسنا ذلك اللقاء، الأمر الذي جعلنا أكثر تركيزا في مواجهة العراق. استفدنا من نقاط قوتنا كما يجب عرفنا كيف نسجل الأهداف. هذا الجيل الذهبي يستحق هذه الفرحة والتأهل لربع النهائي الألعاب الأولمبية، وهو ما لم يتحقق منذ سنوات طويلة. سنحتفل اليوم بالانتصار ونركز على المباراة القادمة، الخصم الذي يتمنى مواجهته في دور الربع. قال سكيتشيوي: لم نفكر في الخصم بقدر ما نسعى لنكون جاهزين بأفضل طريقة. طموحنا كبير في هذه الدورة. بالنسبة للاعب سفيان الرحيمي، لقد تعرض للإصابة في مواجهة أوكرانيا والطاقم الطبي قام بمجهودات كبيرة ليكون جاهزا. بعد التقدم بثلاثية حاولت إراحة بعض اللاعبين بحكم أن العياء يلاحقنا في هذه الدورة بسبب غياب الوقت الكافي للاسترجاع. لدينا جمهور رائع يستحق هذه الفرحة. الجمهور المغربي هو الأفضل في العالم ومساندته كان لها دور كبير في هذا الانتصار الكبير.
وقال مدرب المنتخب العراقي رادي شنيشل: المنتخب المغربي قدم أداء كبير وفريقنا حاول مجاراته، لكن الفوارق الفنية ظهرت كبيرة بين المنتخبين. اعترف رادي شنيشل مدرب المنتخب العراقي الأولمبي بقوة المنتخب المغربي بعد الهزيمة أمامه في المباراة جمعت بين الطرفين يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة. وقال رادي شنيشل: أهنئ المنتخب المغربي وأتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة. المنتخب المغربي قدم أداء كبير ومستوى طيب ولديه مجموعة رائعة من اللاعبين، خصوصا لاعبي المنتخب الوطني الأول مدعوم بجماهيره وحتى المدرب والد الركراكي. وحاولنا مجاراة المنتخب المغربي وإيقاع المنتخب المغربي، لكن لم نستطع لأن الفوارق كانت كبيرة بين المنتخب العراقي والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض وكانت لديه بعض الفرديات الرائعة هي التي خلقت الفارق، إضافة إلى سرعة لاعبيه والجمهور الذي كان حاضر بقوة، وكأننا نواجه المنتخب المغربي في المغرب وليس في باريس. بفضل فلورنتينو بيريز وإبراهيم دياز، سفيان الرحيمي يدخل التاريخ. كيف ذلك؟ دخل سفيان الرحيمي مهاجم المنتخب الوطني المغربي التاريخ المنتخب المغربي من أوسع الأبواب في دورة ألعاب أولمبية، وذلك بهدفه في مرمى العراق. وكان هدف رحيمي هو الرابع له في النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية ليكسر رقم الأسطورة المغربي أحمد فرس، وهو يحتفظ بلقب 1972 في ميونخ حيث سجل 3 أهداف. المثير في الأمر هو أن رحيمي لم يكن ليشارك في الألعاب الأولمبية لولا رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد السماح للاعب إبراهيم دياز الانضمام لقائمة المنتخب المغربي فوق سن 23. وكانت أغلب توقعات تقول بأن اللاعب إبراهيم دياز هو من سيرافق المنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة في الألعاب الأولمبية، لكن رفض بيريز وكذلك أنشيلوتي هو من منح المهاجم سفيان الرحيمي هذه الفرصة ليتألق ويثبت على علو كعبه أنه واحد من أحسن المهاجمين المغاربة حاليا. ربما أن تألق سفيان الرحيمي في الألعاب الأولمبية قد يدفع بعض الأندية الأوروبية كبيرة للتعاقد مع اللاعب المغربي. هناك حاليا محاولات كبيرة من أكبر الأندية السعودية للتعاقد مع الدولي المغربي، لكن مسؤولو نادي الإماراتي يتريثون ولم يقولوا أي شيء في قضية سفيان الرحيمي. هذا وعبر الإعلام العراقي عن غضبه بعد الهزيمة أمام المنتخب الوطني المغربي، وخرج بعبارات غريبة حيث توعد اللاعبين العراقيين وقالوا أنكم لم تكونوا في المستوى ولم تستحقوا ارتداء ذاك القميص الغالي، وقالوا بأن المنتخب المغربي رحم المنتخب العراقي حيث أنه لم يستطع أن يسجل أهداف كثيرة لا سيما في الشوط الثاني، حيث أن لاعبي المنتخب الوطني المغربي لم يستطيعوا أن يسجلوا أهداف في الشوط الثاني بينما حسموا المباراة في الشوط الأول وقدموا أداء كبير على عكس لاعبي العراق الذين لم يحضروا لأرضية الملعب لأن الفوارق ظهرت كبيرة على حد قول الإعلام العراقي.